فرحة الشقلشة اللي لو حسبنا تكلفة المطربين والمكان والإضاءة بس ممكن يوصلوا لملايين كتير، لكن كل ده اتعمل مجاني حبا في طارق شقلشة. ايه حكاية طارق شقلشة ده بالظبط، ومين هم الفنانين اللي حضروا حفل زواجه؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. مستحيل تكون في مصر وما سمعتش عن الفرح اللي الناس كلها والبلد كلها تتكلم عنه، حرفيا حدث شعبي ما بيكررش، فرح طارق شقلشة نجم الأغنية الشعبية في مصر، واللي كان في منطقة الأنطرة بمحافظة كفر الشيخ. حضروا ما لا يقل عن 20,000 شخص، والله 20,000 بني آدم كانوا موجودين في نفس المكان، كله حب في شقلشة. الفرح اتوقف أكتر من مرة لدواعي أمنية، الناس كانت فوق بعضها، الشوارع اتقفلت والزحمة كانت خرافية، والأمن اضطر يدخل أكتر من مرة علشان يسيطر على الحشود، وده لوحده دليل على حجم الشعبية الجارفة لشقلشة. نيجي بقى للنجوم اللي حضروا الفرح، مش أي فرح، ده الفرح اللي جمع أكبر نجوم الأغنية الشعبية في مصر في مكان واحد. تخيل كده حفلة مهرجانات مجمعة بس بالمجان وفي فرح واحد. الفرح حضروه مقدم الحفلات الشهير محمد ألدو، واللي معروف إنه بيقدم أكبر وأقوى حفلات المهرجانات في مصر، ومعاه الفنانة الشعبية رودي والفنانة إلهام خالد، وكمان الفنان أحمد سمير حميدة اللي غنى مهرجان الحظ الشهير. ولأن ده مش كفاية، ده كمان حضرت نهى الشرقاوي ومعاها محمد أوشة ونجم الأغنية الشعبية الكبير أحمد التونسي اللي غنى اشهر اغانيه في الفرح. عبد السلام عازف الاورج الشهير كان موجود برضه في الفرح، وده لان علاقته بشقلشة قويه جدا، الاتنين طالعين من نفس الفكر وزمايل من زمان، فكان لازم يكون موجود. وكان موجود كمان نجم الاغنيه الشعبيه رمضان البرنس والفنانه الشعبيه دينا الالفي اللي اتحفت الجمهور بكام اغنيه من اغانيها المعروفه. اما المفاجاه الكبرى فكانت مع النجمه الهام خالد اللي غنت الاغنيه الشهيره للفنانه الليبيه انت انسان كذاب وازاي هونت عليك، وظبطت بيها الفرح اكتر ما هو مظبوط. كمان النجم عادل صنواه حضر الفرح ومعاه الكابيتانو حسام حسن، لكن مش حسام حسن بتاع كوره، ده حسام حسن الفنان وعازف البيانو الشهير. العريس غنى لعروسته بنفسه لحظه رومانسيه من العيار التقيل. العريس طارق شقلشة بنفسه غنى لعروسته مهرجان مخصوص عشان يفرحها ويخلي اليوم ده احلى يوم في حياتها، والجمهور كان متفاعل كله بطريقه رهيبه. الفرح اتعمل يوم الاحد 2 فبراير، وكان مهرجان غنائي متكامل، كان في طبل بلدي وزفه بلدي ومزمار ودي جي وفنانين واغاني بدويه وكمان اغاني شعبيه، يعني ببساطه كان في كل الوان الفن الشعبي اللي ممكن تتخيله. ولو حبينا نحسب تكلفة الفرح ده هنلاقيه تقريبا كان يستحق ميزانية لا تقل عن 50 مليون جنيه. ليه بقى؟ لأن كل نجم من النجوم اللي حضروا دول بياخد أرقام خرافية للحضور في أي حفلة، في اللي بياخد 100,000 جنيه واللي بياخد 200,000 جنيه واللي ممكن يوصل لنص مليون، إنما في الفرح ده كلهم جم محبة في طارق شقلشة، ودي حاجة مش بتحصل كل يوم. الفرح مش بس كان مليان نجوم، لا ده كمان كان مليان أكل وفواكه لب ومكسرات وتسالي تكفي نص محافظة كفر الشيخ أصلا، بس كله ببلاش، كله جاي محبة للعريس طارق شقلشة، وده دليل على حب الناس ليه. لحد اللحظة دي محدش شاف فرح شعبي بالحجم ده في 2025، ومن الصعب جدا اننا نشوف فرح بالشكل ده قريب، الا لو شقلشة قرر يعمل فرح تاني، ساعتها بس ممكن نشوف حاجه بالمستوى ده. الفرح كان ملحمه حرفيا، والناس كانت بالمئات وبالالوف، والزغاريد كانت شغاله، والنجوم كانوا في كل حته. ببساطه كان الحدث الشعبي الاكبر في مصر.